السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. فيديو النهاردة هو روتين يومي في رمضان، وعملت فيه الأكلة الكويتية الشهيرة مكبوس الفراخ، وعملت الحلو لقمة القاضي بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة. هتشوفوا ردة فعلنا منهم، بالأخص رئيس زوجي الياباني وأولادي من المكبوس. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، أتمنى يعجبكم. اكيد روتين الواحد في رمضان بيختلف عن الايام العاديه او باقي السنه، علشان الواحد طبعا بيسهر بالليل والسحور وكده، وكمان مثلا انه بيقضي وقت اكتر في اللي هو العبادات عن الايام العاديه. في الروتين العادي يعني بصحى الصبح واعمل شغل البيت الاول، بعد كده مثلا اعمل بقى اللي هو احضر الغدا نتغدى. انما في رمضان بحاول انا اقرا قران في خلال النهار، خاصه مثلا لو امير اللي هو بيكون نايم او وقت نوم. وبحضر بقى اللي هو الاكل او الفطار، بيكون من قبل العصر او بعد العصر كده تقريبا على حسب. هو اكيد مش كل يوم زي التاني بالظبط، بس يعني هو ده في الغالب. النهارده هعمل جنب الاكل صينيه خبز اللي هو زي البيضه كده. المكونات: كوبايه حليب على ميه دافيه، 3 معالق سكر، نص معلقه كبيره خميره، وبنقلبهم مع بعض. هضيف بيضه وهاخد منها حته صفار ادهن بيه الوش. ممكن مش نضيف بيض عادي، هو انا في الغالب اصلا ما بضيفش اللي هو البيض، بس هضيفها المره دي. هضيف عليهم 60 ملي من الزيت. هضيف 3 اكواب دقيق بضيفهم بالتدريج، ورشة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهقلبهم كويس واتأكد ان الدقيق اختفى، واضيف الدقيق، وهكذا. زي ما بقول على طول في عمل الخبز او المعجنات عامة، ان كل دقيق بيختلف عن التاني من حيث امتصاصه او احتياجه للسوائل، فالافضل ان احنا نضيف الدقيق بالتدريج وعلى حسب ما هياخد معاه. ممكن مثلا تلاقي في وصفة مستخدمة كوبايتين دقيق، ولكن تاخد مننا مثلا اكتر من كوبايتين، ده بسبب اختلاف نوع الدقيق. بضيف رشة زيت او بدهن زيت كده على ايدي واعجن العجينة. انا مش هعجن او اللي هو ادلك كتير، يعني هو انا دوب بجمع العجينة وبلمها معايا كده وتكون طرية وملساء، فمش بتاخد وقت ولا حاجة. المهم ان تكون العجينة طرية علشان تدينا خبز او مخبوزات طرية في الاخر. العجينة اتلمت معايا وبقت ملساء وطرية ومش بتلزق، فكده بقت تمام. هغلفها بقى او ان انا اغطيها واحطها في مكان دافي تتخمر مثلا حوالي ساعة ولا حاجة. هحضر للمكبوس. انا بحثت في النت كتير وبقيت اقارن اللي هو الطرق وكده، وكنت ساعات بلاقي ان في ناس عاملاه زي الكبسة بالظبط باختلافات بسيطة قوي، لكن هو ده مش صح لان الطريقة مختلفة عن اللي هو الكبسة، والمكونات لحد ما برضه. المهم ان انا اخترت طريقة كويسة وعملت زيها. هو الواضح ان البصل بيكون كتير شوية، لكن انا وزوجي والاولاد مش قوي في البصل، فقللت كمية البصل عن الكمية اللي شفتها في الفيديو. لما شفت لقيت طريقتين اعتقد التقليدية ان هم بيسلقوا الفراخ وبعدين اللي هو الاضافات، ولقيت الطريقة التانية اللي احنا نشوح الاول البصل والفراخ والاضافات وبعدين بتتسلق يعني. وحسيت ان الطريقة دي عجبتني لان النكهة بيكون فيها اقوى او بتتشرب الطعم اكتر. بالنسبة للتوابل فانا استخدمت التوابل معظمها المذكورة، لكن التوابل بردك بقلل فيها لان احنا بردك ملناش قوي في البهارات الكتير، لكن استخدمت يعني لحد ما متقاربة. هعمل الوقت الحشوة، هي فيها بصل كتير بيتقطع وكده، وانا كنت الصراحة مقلقة شوية لان الحشوة فيها بصل كمية كبيرة، زي ما انا قلت لكم ان انا قللت منه، لكن هقول لكم بجد ان الحشوة بهرتني من طعمها الحلو. بقطع البصل قطع زي كده مثلا، وبحطها في الطاسة بدون زيت، بشوحها لحد ما تدي اللي هو اللون الذهبي او البني كده، وبضيف شوية مية عليها، بحط معلقة كبيرة من السمنة، وبضيف بقى حمص كنت سلقاه، زبيب كنت نقعاه في مية، وهشوحهم على النار، وهضيف التوابل واشوح وخلاص على كده.
طبعا باخد بالي من الفراخ لحد ما تستوي معايا كويس. كده الحشوة جاهزة معايا وهسيبها على جنب دلوقتي. الفراخ برضك استوت وهشيلها من الشوربة وهشيلها على جنب. هعمل الرز. معلقة كبيرة سمنة هشوح فيها الرز البسمتي المغسول. انا على فكرة ما كنتش باكل الرز البسمتي ده الاول ولا كان ليا فيه خالص، لكن من ساعة ما جربت اللي هو الاكلات العربية اللي انا بعملها في القناة، يعني الكبسة، المندي، البرياني، مكبوس وكده، حبيته وحبيت طعمه وعجبني قوي. بستخدم شوربة بتاعت اللي هو الفراخ على الرز، وكالمعتاد بسوي الرز في آلة طهي الرز حبيبتي. العجينة خمرت وبقت جاهزة معايا في خلال الوقت اللي حضرت فيه المكبوس. بجيب صينية ودهنتها زبدة أو سمنة مثلا، وبفرد فيها العجينة بالشكل ده كده، وبسويها، وبقى هغطيها اسيبها ترتاح شوية حوالي مثلا نص ساعة ربع ساعة، يعني في حدود كده. هجهز في خلال الوقت ده للحلو اللي هو طريقة لقمة القاضي أو اللقيمات أو اللقيمات بطريقة سهلة أوي. جبت كيس تلاجة أو كيس مطبخ وهحط فيه المكونات دي مع بعض، اللي هي ايه، نص كوباية حليب على مية دافيين، وبحط معلقة سكر ونص معلقة صغيرة من الخميرة وبمزجهم مع بعض. بضيف عليهم كوباية دقيق منخول، رشة ملح، معلقة كبيرة نشا، انا مش ضفتها نسيتها الصراحة، بس عادي يعني برضك لو ما ضفتهاش، وامزجهم كلهم مع بعض في الكيس وبقفله واحط على جنب تخمر. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. صفار البيض اللي سبته علشان ادهن بيه الوش انا نسيت ان انا اغطيه فنشف، فضفت عليه معلقة صغيرة من الحليب وبمزجه كويس عشان ادهن بيه وش الخبز. بايدي كده بعمل ضغطات في العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتلاحظوا ان العجينة طرية ما شاء الله، وهو ده القوام المطلوب عشان تدينا نتيجة طرية. هو بيدي شكل كده عامل زي الابل باي. بدهن الوش بالبيض. لو مش متوفر عندكم بيض عادي، مش لازم ان احنا ندهن اللي هو بالبيض، انا في الغالب بدهن بشوية حليب، ممكن مثلا بردك من غيره. برش رشة السمسم على الوش، وفي الفرن متسخن مسبقا حرارته حوالي 180 درجة، يعني بتاخد نص ساعة، ممكن اقل من كده على حسب فرنكم فتابعوه. الرز بضيف عليه كمية من الحشو اللي اتعمل علشان بيضيف نكهة اكتر للرز وبيكون طعمه حلو قوي، ويكمل مثلا سوا معاه او بيتساب معاه كده، وبيضيفوا زعفران لإضافة نكهة واللون للرز. الفراخ في طريقتين، اما ان انا نحمرها او نقليها يعني في الزيت، او ان احنا نشويها في الفرن. بالنسبة لي انا حبيت او ان انا اخترت ان هي تتشوى في الفرن. دهنت الفراخ بالصوص الدهن، والخبز كان استوى معايا وخرجته، وهسوي دلوقتي الفراخ في الفرن. هعمل صوص الدقوس. المرة دي هو مختلف شوية عن الدقوس اللي كنت بعمله قبل كده، اللي هو انا عملته مع الكبسة والمن تقريبا برضو كان نفس تقريبا الدقوس، بس المرة دي مختلف بسيط. بس عامة انا مش خليت ان هو يكون حر قوي علشان معدتنا يعني وكده. انا بحب صوص الدقوس جدا، من اول مرة انا جربته فيها كان مع الكبسة وانا حبيته جدا، لدرجة ان انا ساعات بستخدمه مع اكلات تانية. حبيبي قوم. معكم مساحة الأرجات. ありがとうママ حبيبي. حبيب قلبي ماما. معكم مساحة الأرجات. なんかね、これがはい。じゃあこれあげようか。はい。
だって何作るわかんない。一回三角してはい。折り線つけ飛び出さないようにこうやってあ、ほんと。バッタみたいちょっとバッタみたいあ、めいこちょっと待っててね。ちょっとバッタみたいこれでかいバッタみたいでかいバッタがいいな。はい、あめいこちょっと待っててね。メイクちょっと待ってこれねえダディ見てほんと、なにそれ。かわいいねかわいいこれは何？さ笑い気持ち笑い気持ちこれ笑う気持ち？ほんと。楽しくなるね。楽しくなる笑ってるほんと。これ大好きなのそうだよ。これ上にあげてあげようかありがとうやられたクマが少ないやつ。いや、すみでもケーキじゃないんだよね。うん、これはパンね。あ。おさるさんだよ。ドスン。いいよね。新しいやつ。なんかどうで。危ない。でも危なくてもそうだね。アメリカンボーイ هو انا عملت خبز جنب الاكل عشان لو الاولاد مثلا مش اكلوا اللي هو المكبوس او كده فيكون في اللي هو الخبز لانهم بيحبوا. في الغالب بعمل كده حاليا لو انا مثلا بجرب اكله جديده فبعمل مثلا جنبها خبز او بيكون في عيش جنبها علشان هم بيحبوه. لكن ما شاء الله فعلا ريحه المكبوس وشكله ما شاء الله شهي جدا فان شاء الله يحبوه وهتشوفوا عامه الوقت ردة فعلنا كلنا منه. 3、2、1、ビスミラー。すごいからそれじゃあありがとうございます。熱いマンガ。めっちゃんこおいしい。できる？よいしょよいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょよいしょ。やんな。よいしょよいしょよいしょよいしょ。しょうがないだってちゃんと切るからさ。ああ。これにしないと引っ張れない。おいよっち。結構厳しい。おいしょって。いちご。うん。いちご？いちごばっかりちょっと困るけど。かいくんどれだった？はい。かいくんどれだった？いちごで？チキンが欲しい。いちごで？あ、はい。ちょっと待って、ごめんなさい。マイクちょっとごめんね。マイクど美味しい。う？やる。さすがやな、マイク。パンは大好きだもんね。食べてみる。はい、どうぞ。美味しい。ここはい。アメリカン。アメリカン。ビスミラー。うまい。アメリカンビスミラー。まだこういうの残ってる。美味しいでございますね。ビスミラー。食べてな。次ご飯。どうぞ。バイダン美味しいね。じゃあ大丈夫？うまい。うん。うわ、ちぎれた。うわ、めっちゃ美味しい。美味しい。じゃあ、カプサいただきます。マグボース。マグボール。似てるね。クウェートのマグボースね。まあでも世界は世界だけど、まあちょっとやっぱり違うね。ちょっと違う？次はチキンです。はい、お願いします。Das are you? The course. マグボース。マグボース。マグボース。マグボース the course. 美味しい。マグボース美味しいね。
Så det är fan.あでチキン。あ、ベリーモリモリになっちゃう。お、すげえな。いい早いね。おいおい。チキンいただいてしまいます。取れましたこれ。いいねこれチキン。美味しいね。絶対これ美味しいに決まってるじゃん。あ、せっかくごめん。チキンやべえ。めっちゃ美味しい。何よ。何いや美味しいよ。食べ何言ろ。ってんだ。はい、これ食べる？何言ってんだ。肌コル。これはダコース。ダコース。あお。私もやってた。マグボーさんダコース。 Yes。これチキンいい？えやばい。多分大丈夫。あれテスト。多分大丈夫だよ。ディップした方がいいか、もうスプーンでかけた方がいいか。とりあえずテストして。あ、オッケー、じゃあちょっとスプーンでかけてみようか、ちょっと。スプーンでちょっと。パパときた。やばい。いただきます。やっぱりねはマグブース。違う。フラカンでマクボス。フラクバレーじゃないんだけど。いや、これ。マクボあー、ダコース。やっぱねダコース。ダコース。じゃうまい。好きね。はい、どうぞ。全然ソース足りてなかった。もっとたくさんつけなかった。他にもいけるか？こっちの方がいいか。どうまい。う？いいね。ごめんなさい。そんなにそマッチじゃない？あ、これトマチ？わかんないけど。大丈夫？チキンの代わり。今日いいよこれ。さ、今度はね、これつけたい。あ、これ辛い。ちょっと辛いよ。かわいい。チキン美味しいね。ね。あ、春。エスプラ上手。ナミハビ。あ、お腹ポンポンやん。たくさん食べたな、マリコくんな。いいね。でもすごいね、マグボス。マグボース。オニオン？オニオン。私はあんまりオニオン好きじゃないんだけど、うん。これはなんか美味しいね。かわいい。よかったね。甘い。ほんと？ハディハビ。カリムくんおかわり欲しあといから。そうかそうか。レーズン？レーズン。甘い。甘いね。コンプレッションオブでね。やっぱり美味しい。あんまりうん。レーズンとご飯ってあんまりイメージないけどね。ね。ちょっとお腹出さんでええって。お腹出さんでええからさ。はい、いいよいいよ。じゃあちょっと待っててね。はい、教えてください。どこですか？見せないの。見せないの。はい。そこね、すごいたくさん食べてお腹ポンポンやんけ。わ、買って大人みたいでしょ。いや、ガチガチやんけ、買ってえな。あ、で。何？ブース。I thought you forgot the name. ローズマグブース。ローズマグブース。え、何？はい、動かない。ごめんなさいね。早く食べてください。ハリッサ。早く食べて。違うやん。え、違う？ダックース。ダックス。ハリッサなっちゃった。ごめんなさい。ダックス。めっちゃうまい。ご飯の方がめっちゃうまいよ。ご飯もう美味しいよ。ダディの方が見て、これダディの方が口大きいから。ごめんなさい。ごめんね。え？عجينة لقمة القطر بالطريقة دي بتكون سايلة زي كده. كانت هي خمرت بالفعل، لكن طبعا كان ميعاد الفطار فما كنتش ان انا حمرتها، فحطيتها في التلاجة وخلصنا فطار وهحمرها او اقليها دلوقتي. بقطع طرف الكيس كده وفي زيت
بيكون متسخن او سخن يعني، وبقطع فيها اللقم او اللي هو اللقيمات دي، وبقلب لحد ما تتحمر وبتدي اللون اللي هو بني كده، وبحطها في الشربات البارد على طول. الشربات المرة دي خفيف، فهيدي نتيجة طرية شوية للقمة القاضي. لو عايزينها تكون مقرمشة اكتر فيبقى الشربات يكون تقيل، فهتلاقيها تكونها مقرمشة من بره وطرية من جوه. بصراحة طريقتها زي ما شفتم كده سهلة وبسيطة قوي، وطعمها حلو قوي، وهتشوفوا عامة رأينا فيها برضو. اصلا مثلا لو انتوا عايزين تعملوا حاجة حلوة وتكون سهلة وبسيطة ومكوناتها مش غالية، فدي حلوة.はい。3、2、1、ビスミラー。はいはいいい、やめてんね。あったもう一個。あんた、すごいね。さて、マクブス。 أتبع يا حبيبي おー、ソフト。これ。 ママ 食べた。おー、はい。お化けじゃない。早く食べて。はい。こっちが。あダメよダメ。ーうん。うん。お化けだよ。美味しいですね。 أتبعنا マクブスそうめんや。うん。 مقبوش すごい時間差。カリカリで美ね、美味しいね。 يوم 味しい。カ القاضي リカ عرفت リで美 كده 味しくて。なんか عرفت جلال 美味しくて。 あー、美味しい。はい。 ويكون الزلابي كده كده うん。 عربي يكون الزلابي أو تشيكا そう。 ما نص القاضي ちょっとどうしたの？あやかどうしたの？まあ。うーん。うーん。牛乳飲みたい。牛乳飲みたい。分かった分かった。はい。あれ。牛乳飲みたい。マイクどんだけ大きかっ飲んで。た？ダディの方が大きい。これ。見て見て。一緒にやる？一緒にやる？うーん。ダディの方がめっちゃ大きい。おいしいです。美味しいですもうベーキーと。 الله أكبر. في الاول كنت بصلي انا وزوجي مع بعض، ولكن لما بيكون في طفل مثلا بعمري مثلا امير كده، فكل واحد بيصلي اللي هو يعني بالفرد، والتاني بياخد باله من الطفل عقبال ان شاء الله ما يكبر والوضع يستقر اكتر. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا لكم، ان شاء الله فيديو جديد، الى اللقاء.